اليوم بالمناسبة، من بين الاتفاقيات التي تريد السعودية أن تقوم بها مع الولايات المتحدة الأمريكية، بايدن قال له اسمع أنا بحميك من أبو يمن باللي أقدر عليه. بايدن لن يرسل جنوده إلى اليمن، لن يرسل. إذا أراد بايدن أن يفعل ذلك سيفعل، ويرسل اليمنيين كمرتزقة في الواجهة. وأنا أسأل سؤال الآن لليمنيين الذين يقاتلون ويتحركون ويذهبون ويروحون ويجيئون هل ستقبل أن تكون مرتزقا في الصفوف الأمامية غدا وخلفك جندي أمريكي تموت من أجله؟ ترى اسمع الكلام الخطير اللي قاعد أقول لك. هو أنا لن تقبل الولايات المتحدة الأمريكية بأن ترسل جنودها وأبنائها مرة أخرى ليدافعوا أو ليخوضوا حربا عن أحد. بيرسل لك كم خبير لوجستي أمريكي وكم مسؤول وكم ضابط توجيه وضابط كذا وضابط كذا، لكن الصفوف الأمامية ومن سيأكل النار أبناء اليمن شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. من سيقبل هذا؟ اسمع، شوف الكلام اللي قاعد أديك، أحب أني أعطيك الشيء اللي قاعد يصير في المستقبل. طيب شو لهم حريص أيضا على ذلك؟ إيش اللي صار؟ بايدن قال له أنا أحميك من أبو يمن. طبعا هو بايدن الآن مش قادر يصد أبو يمن، صار قاعد يعنف في حملات الطيران عنده. قال له أريد أسعار نفط منخفضة. سلام، هذا بايدن. أريد الآن وفورا أسعار نفط منخفضة، لأن الشعب الأمريكي إذا رأى أسعار نفط مرتفعة سيغضب مني، والمواطن الأمريكي يهتم أيضا بالدرجة الأولى بالحالة الاقتصادية وبأسعار المواصلات.